يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على احلى متابعين في الدنيا. يا رب ديمكم نعمة في حياتي يا رب العالمين. حبايب قلبي، النهارده السوق بتاعنا، وانا كنت وعدتكم امبارح ان انا هعمل لكم في الفيديو بتاع السمك، ان انا هعمل لكم فيديو للمشتريات الخضروات والحاجات دي، واجيب لكم كل الاسعار. طبعا النهارده جبنا كيلو ونص من البتنجان اللي شفتوه ده، البتنجان بتاع التخليل. نقينا صغير قوي ونقينا وسط علشان ايه؟ ما اللي نعوزه يعني. الكيلو ونص ب10، يعني حلو النهارده ما شاء الله. وجبت الطماطم المجنونه اللي مجننه الناس كلها ديت، ال2 كيلو ب35. تمام تمام. بس خلينا بقى في المهم، ان انا جبت خمار النهارده من السوق، ورحت ادور بقى على حاجه خمار كده حلو. ما لقيتش الا الخمار ده. قولوا لي بقى في التعليقات هو حلو ولا لا، وحلو عليا ولا لا. انا مستنيه كومنتات بقى على الخمار ده. قولوا لي حلو عليكي ولا مش حلو عليكي. ساترنا كده، ربنا يسترنا يا رب دنيا واخره. حبايبي، لو كنت وصلت لحد كده ما تنسانيش في اللايك يا حبيبه قلبي، والاشتراك والكومنت الحلو الجميل من ايديك الحلوه ديت. ربنا يا رب يكرمك ويكرمنا جميعا ان شاء الله. وهنا بقى جبنا كيلو من الخيار واحد، لان التلاجة بتاعتي يا جماعة بتبوظ الخيار، بتبوظ اي خضار. فما برضاش اكتر في الخضار قوي علشان ما يبص خسارة، ولو عوزت في وسط الاسبوع جنبنا وكالة كده بنجيب منها يعني. وجبنا 2 كيلو من البصل كده، البصل رخيص خالص ب10 جنيه الكيلو. يعني جبت 2 كيلو ب20 جنيه، والخيار جبته ب10 جنيه. وكيلو شطة ده ب15 جنيه. والنص كيلو ده ب10 جنيه، يعني الكيلو ب20 جنيه من الشطة الحمرا دي. جبناها علشان خاطر الزيتون. ولقيت الزيتون زاغ في عيني النهاردة كمان، وجبت منه كيلو وربع بإيه؟ ب50 جنيه، زي اللي أنا كنت جايباه العزيزي ده، بس ده أكبر منه شوية. وجبت كيلو ليمون طبعا علشان الزيتون ب10 جنيه. الليمون والزيتون، بس الليمون رخيص أوي الأيام. الزيتون مش غالي. ودي بقى ست البيت الحلوة المنورة كل بيت، واللي كل بيت ما بيستغناش عنها، البطاطس. البطاطس ال2 كيلو ب25، طبعا بطاطس تحمير. وطبعا الزيتون ده يا جماعة ما هوش لنا، الزيتون ده لحمات ابني، ام عبد الله. هعمله لها ان شاء الله علشان تاكله في رمضان، وكل سنه وهم طيبين وشعب مصر كله طيب. وعديت بقى كده لقيت الناس فرشه بالحمص ده كمان يا جماعه. كان عندنا مولد طبعا، بس المولد ده يعني حاجه حرام، طبعا المولد حرام، بس انا مش بنحتفل بمولد ولا اي حاجه. بس انا لقيت الناس فرشه كده لقيت واحده غلبانه كده بصراحه يا جماعه، قاعده كده بتنش كده. قلت اما ايه، انا افحها واجيب منها نص كيلو حمص. جبت نص كيلو حمص ب45 جنيه. وجبت الكيلو الشطة ده ب10 جنيه، وقطعته 2 كده علشان ايه؟ اخلله. تمام. خليكوا بقى معايا. وجبت بقى الحمص ده ب45 جنيه، يعني الكيلو ب90 جنيه. انا بحب ازقز الترمس، الحمص والترمس واللب، بحب الحاجات ديت قوي. وانا قاعده كده بتسلى كده، قاعده لوحدي، قاعده مع العيال، بحب اتسلى كده. الحمص جميل وطعمه حلو، وكمان الترمس مرات ابني بسم الله ما شاء الله عليها بتعمل لنا الترمس، طعمه حلو قوي. والواحد بيفضل ياكل يقزقز. انا يمكن باكل الطبق لوحدي، انا بحب الحاجات دي قوي، الترمس واللب والحاجات دي. عشان كده العيال بيجيبوا يعملوا. اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم.